مدرب ناجح في تدريب المنتخبات لكنه فاشل في تدريب الأندية. مين هو المدرب الفرنسي هيرفي رينار الأقرب لقيادة الفراعنة بعد رحيل روي فيتوريا؟ مدرب فرنسي مخضرم ليه خبرة في أفريقيا وآسيا مع المنتخبات الكبار. دخل عالم التدريب للمنتخبات الأفريقية بداية مع منتخب غانا، وبعد كده تولى تدريب منتخب زامبيا وكسب معهم أفريقيا 2012 على حساب كوت ديفوار، وبعد كده بثلاث سنين درب منتخب كوت ديفوار وفاز معاهم بكأس أفريقيا 2015، وبكده أصبح أول مدرب يفوز بلقبين في منافسة كأس الأفريقية مع منتخبين مختلفين وما بين كوت ديفوار وتدريب زامبيا. درب هيرفي رينار فريق سوشو الفرنسي في موسم 2013-2014 لكنه فشل في جلب البطولات مع النادي، وبعد تدريب منتخب كوت ديفوار درب رينار نادي ليل الفرنسي لكنه ما كملش معاهم الموسم بسبب سوء النتائج. وأما مع المنتخب المغربي قاد المنتخب إلى ربع نهائي كأس الأفريقيا نسخة 2017 وتأهل لكأس العالم 2018 لكنه ودع البطولة من دور المجموعات، وبعدها انتقل رينار لتدريب منتخب السعودية حيث قاد الفريق لتأهل لكأس العالم 2022. ورغم توديع البطولة من دور المجموعات لكنه سطر تاريخا بالفوز على حامل اللقب منتخب الأرجنتين في المباراة الافتتاحية. وعلى فكرة دي مش أول مرة الاتحاد المصري يفاوض الفرنسي هيرفي رينار، وتفاوض معاه قبل كده كذا مرة ولكن ما كانتش بتكمل المفاوضات. قول لي دلوقتي رأيك، هل هينجح هيرفي رينار في تدريب المنتخب المصري وهيعالج الخلل اللي موجود بين اللعيبة وهيعمل منتخب قوي، ولا هيفشل زي اللي فات؟